اوي مساء الخير عليكم في حلقه جديده من مود كاست. هو في ايه يا جماعه؟ لا بجد هو ايه اللي بيحصل؟ هي بقت ماشيه كده يعني؟ ايه حوار ان كل شويه نلاقي حد بيتجوز ده؟ بالراحه، امي مش سايباني والله. وبمناسبه موسم التزوج اللي داير ده، وان النهارده انا لوحدي فهتكلم في كل اللي نفسي فيه، قررت اتكلم على الجواز، وهتكلم على الجواز من وجهه نظر راجل مش متجوز، راجل سنجل اصلا. بس قبل ما نتكلم على الموضوع تنسوش اللايك الجميل، السبسكرايب الرايق، الجرس عشان يجيلكم كل الحلقات الجايه، ونرش الرشتين ونخش بينا على الحلقه يا عم صقر. الجواز في مصر نوعين، يا اما اتنين عرفوا بعض بقى من الجامعه او من الشغل او ايا كان، وبقت هي ام ادم وبقى هو ماي وورلد والدنيا مشيت وبتخلص في الاخر على محكمه الاسره عادي، يا اما بقى النوع التاني وده اللي عندي فيه شويه كلام، جواز الصالونات. الموضوع بيبدا بام بتعامل عيالها معامله الماركت بليس بتاع فيسبوك، اللي هو ابني الباشمهندس حسين شاب لقطه اي عروسه تتمناه، ما اصل القرد في عين امه غزال يعني. وهي يا عيني برضه معذوره، بتبقى واخده الفكره بسبب اللي حسين ابنها بيحكيه لها. هو بيبقى شغال 6 ايام في الاسبوع 10 ساعات في اليوم، وبيتعامل اوسخ معامله في الموقع، ويرجع يقول لها انا خصمت العامل النهارده عشان كلمني بطريقه مش كويسه. وهو اصلا شغلته انه يمشي يقول للعمال الله ينور ويعمل لهم شاي، معرفش فاردها على ايه. هو من جواه خلي بالك عايز يسيب الشغل، ومرتبه 3 ولا 4000 جنيه مخلينه كحيان، بس هو بس فرحان بكلمه باشمهندس بتعوض له الحته اللي جواه دي، انتوا فاهمين قصدي. وعشان كده اي مهندس بتقابله بتلاقيه في اول الكلام بتاعه بيقول لك ان هو مهندس، ما اصل هيقول ايه يعني. وام المهندس بقى لما تدور له على عروسه مبدئيا بتقلب اوضه الكنترول في مكتب التنسيق، اللي هو لازم تكون دكتوره. معلش ابن الباشمهندس ما يتجوزش واحده جايبه اقل من 95%، وبتتعامل بكل تناكه بقى، اللي هو صيدلانيه ماشي نشوفها وامرنا لله. والناحيه التانيه برضو البنات بتبقى غريبه قوي في الحوار ده، هي عايشه في كبت رهيب في بيت اهلها، وما بتنزلش وما بتخرجش وما بتروحش في حته اصلا، وتقول لك عايزاه يلففني العالم. عالم ايه اللي يلففهولك الباشمهندس ابو 3 4000 جنيه؟ مالك تمامكم هتلفوه في سجاره. وبعدين تقول لك انا مش هعيش في مستوى اقل من اللي بابي عايشني فيه، وهي ابوها شغال بقاله 40 سنه وطالع ميتينه عشان يعيشهم في شقه 70 متر ويا دوبك بيناموا من غير عشاء. وبعدين تبقى 140 سم وتقول لك عايزاه طويل. هو ايه بالظبط اللي عايزاه طويل؟ ما اصل ده كده عقده نقص يعني. المهم ام المهندس لقت ام الدكتوره واتفقوا ينزلوا يشوفوا بعض. جماعه دي بتبقى اغرب حاجه في التاريخ. انا بقعد مع نفسي اتخيل كده ايه المواضيع اللي ممكن يتكلموا فيها. بس باشمهندس حسين لابس الحته الفورمال ونازل، ودكتوره باكينام لابسه الكرافته في لسانها ونازله عشان يا بت اصل دي اول مقابله لازم تبقى رقيقه. فتلاقي مواضيع تعبير 6 ابتدائي بقى، اللي هو ايه فايده فصل الربيع لحياه دب الباندا، وايه علاقه ايلون ماسك بحماده الديلر اللي شغال مع الباشمهندس في الموقع. وطبعا باشمهندس حسين هيفتي في كل ده عادي، ما هو باشمهندس بقى. ناخد فاصل. دعايه اهم حاجه الاعلان. ومؤخرا بقى بدا الموضوع يبقى اغرب واغرب، اصل بلايند ديت شو فتح عيون الناس على حاجات غريبه. وايه حوار بلايند ديت شو ده صحيح؟ وبعدين عندي مشكله مع الناس اللي معترضه على بلايند ديت شو وموافقه على جواز الصالونات. بالله قول لي ايه الفرق؟ وايه حوار برامج الديتنج دي اللي احنا خلصنا من ابلكيشنز الديتنج وتندر وبامبل ويلا نشقب بعضينا بالتكنولوجيا، فقلنا يلا نكبر الموضوع ونطلع بيه على العلن، وتلاقي بقى مواضيع غريبه بيتكلموا فيها. وايه موضوع البيست فريند ده صحيح؟ من امتى يا جدعان؟ يعني انا بتكلم بقى اذا كان بنت ولا ولد، انا بتكلم على المبدا. مفيش حاجه اسمها كده يا جدعان. الواد اللي بيبقى بيست فريند بنبقى عارفين هو رايح فين من الاول، وهو نفسه بيبقى عارف هو رايح فين من الاول، بس هو بيتلالى. هو بيبقى عارف ان هو يترفض فبيقول لك اقرب منها وابقى بيست فريند. ما هو عيل بيست. والبنت برضه صباح الفل هي بتبقى بيست عشان خاطر مفيش واحده صاحبتها تنزل توديها من التجمع لزايد بالحب كده وصباح الفل مفيش حاجه يعني. انما الواد البيست هيعملها عادي، ما هو بيست. وبعدين بقى تيجي تقول لك اصل مودي البيست فريند بتاعي، وامورين يا ست الكل مستنيه مني ايه؟ طيب هو يبقى بيست فريند وانا اروح اجيب الفوطه واجي. المهم تمشي الدنيا بينهم، ويجي وقت القعده مع الاهل بقى كميه منورين بتتقال غير مبرره. ما اصل عيلتين ما يعرفوش اي حاجه عن بعض وبيبقوا مجبرين يتقابلوا، ويبدا الموضوع بكل حب وكله لابس الجرافته في لسانه وبيتكلموا بكل ادب، لحد ما يجي وقت الاتفاق بقى، وفجاه تلاقي عم كريم قلع الجرافته من لسانه وعوج بقه بيقول لك انا بنتي لازم يجي لها مكنه وافل. بالله انت تعرف ايه مكنه الوافل؟ وبعدين طالب مكنه وافل من باشمهندس حسين اللي جاي لك من موقع ريحه امه تقرف اصلا يعني بالعقل. ويبدا الموضوع يتحول، وبعد ما كان كله لابس الجرافته في لسانه وعمالين قاعدين بالحب ومنورين والدنيا جميله، لان كله قلع التيشيرتات وعلى تكه ويقوموا يضربوا بعض، لحد ما ام العروسه تدخل تقول ما تنسوش اللايك الجميل، السبسكرايب الرايق. هو في دبانه عدت؟ انت شفتها ازاي؟ شفتها ازاي؟ والله حسيت بدبانه عدت كده. ما تنسوش اللايك الجميل والسبسكرايب الرايق والجرس عشان يجيلكم كل الحلقات الجايه. وقولوا لنا ايه بقى اللي شفتوه في موضوع الجواز ده، وايه رايكم جواز الصالونات ولا الجواز عن حب، ولا نطلع على بلايند ديت شو ونخلص. وقولوا لنا برضو نكمل في الفورمات دي واطلع كده فضفض معاكم شويه عن الحاجات اللي بتضايقني، ولا نرجع تاني زي ما كنا ونرجع يوسف ونقعد نتكلم ونهزر مع بعض. وبس كده، تشاو.